مساء الخير، أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناتي. أنا جيهان مصطفى، معالج بالطاقة ومدربة تنمية ذاتية، وقناتي هدفها الأساسي هي المساعدة على النمو الروحي وفهم الذات. النهاردة هنتكلم عن شعور المقاومة اللي بيظهر لنا كلنا وإحنا في رحلتنا الروحية. كلنا وإحنا في طريق الشفاء الداخلي والصحوة الروحية بيظهر لينا شعور المقاومة، وخصوصا بيظهر في بداية الرحلة أو في منتصف الرحلة، أو أما بنمر باختبار لازم للتطور ولازم لتعلم درس مهم منه. المقاومة بتكون موجودة لأن الرحلة الروحية مش شيء سهل، الصحوة الروحية مش بتتم في يوم وليلة، فبالتالي الصحوة الروحية هي تطور، إن الإنسان بيطور من نفسه، الإنسان بيزود في التسامح، الإنسان بيزود في التقبل وهكذا. فبالتالي في نسخة قديمة بتموت والنسخة الجديدة هي اللي بتحل محلها، فبتحصل مقاومة لأن النسخة القديمة متعلقة بوجودها فينا، مش عايزة تمشي، مش عايزة تموت، فهنا بتحصل المقاومة. لكن في نفس الوقت المقاومة هي شيء إيجابي لو احنا بصينا لها ان هي مش ضعف، ولكن هي طبيعي ان هي تكون موجودة وبتحصل لنا كلنا، واي حد في الصحوة الروحية بيتعرض للمقاومة، فبالتالي هي مش ضعف، ولكن هي دليل على اني بتطور، على ان الشخص بيتطور، هي دليل على ان في طاقة قوية جديدة عايزة تحل محل الطاقة القديمة. فبالتالي الشخص بيكون دخل في منطقة تطهير أعمق في الوعي بتاعه. فهنا الحل بيكون مش الهروب من الصراع، لأنه هو بيكون صراع داخلي ما بين النسخة القديمة والنسخة الجديدة، أحيانا من خلال العملاء، إن الناس بتوقف الصحوة الروحية، ولكن هي بيحصل طبيعي صراع بين النسخ القديمة والنسخ الجديدة عشان يتم تجاوز القديم، يتم تعلم الدروس من القديم، عشان نسمح للطاقة الجديدة ان هي تظهر، ونتعامل مع شعور المقاومة، ونتعلم ان احنا نحتوي نفسنا، ونتعلم ان احنا ازاي نحتضن نفسنا، وازاي ان احنا نتعامل برفق مع نفسنا، وان احنا نكون كمان صادقين اكتر، ونعرف نفسنا اكتر، ونعرف تفاصيلها اكتر واكتر. فبالتالي المقاومة هنا جاية عشان تقربنا من نفسنا أكتر وأكتر. ممكن الشخص يكون محتاج تسامح أكتر، ممكن يكون محتاج سلام أكتر، ممكن يكون محتاج طمأنينة أكتر، ممكن يكون محتاج إن هو يكون مع نفسه أكتر. الصحوة الروحية مش شيء محتاج حد قوي، محتاج حد يقظ عشان يكون متواصل مع الشعور بتاعه، وعارف ان ده مقاومة، عارف ان ده مش ضعف، عارف ان ازاي يتعامل مع المشاعر اللي بتطلع له ويحولها لنقطة تحول. لان في كل مرة بتظهر المقاومة معنى كده ان الشخص على اعتاب تطور جديد هيكون فيه، ونقلة جديدة في تطوره الروحي. يعني الرحلة هتفضل مستمرة، وهتفضل المقاومة مستمرة، لأن طالما في تنظيف وتطهير وطاقات جديدة بتحل محل الطاقات القديمة، هيفضل في صراع إلى أن يوصل لدرجة شفاء معينة. فهي هتفضل مستمرة، وهي دي اللعبة. ولكن كل لحظة بتمر في الرحلة هي فرصة للنمو وللتطور.
وإلى اللقاء أصدقائي في فيديو جديد، وهنواصل مع بعض ونستكشف أسرار رحلة الشفاء الداخلي والطاقة الكونية ورحلة الوعي. وشكرا لحضوركم في هذا الفيديو. إلى اللقاء.